السلام عليكم. يلا النهاردة نعمل الطبق الجميل ده المغذي اللي كله فوائد جميلة. طبق البسلة. البسلة بتاعتنا النهاردة هنعملها معاها جزر وبطاطس. في ناس بتعمل البسلة لوحدها، مفيش مشكلة، بس احنا بنعملها بالبطاطس والجزر عشان يبقى طبق غذائي كامل، يبقى طبق كله فوائد. بنجيب البسلة الأول، بنجيب بصلاية بنخرطها وبنحطها معلقة زبدة أو معلقة سمنة ومعلقتين زيت، وبنحطها على النار بنتبلها. بعد كده بنكون احنا خرطنا بقى البطاطس والجزر دول محضرينهم من قبل كده. بنجيب اللحمة لو احنا هنعملها بلحمة يعني، فبنحطها مع البصل وبنديها تحميرة مع البصل، تاخد تشويحة كده معاها. وبعد كده هوت بنحط طماطم ومعلقة صلصة، ونحط عليهم كوباية مية ونغطيهم، يا دوب نسيب اللحمة تستوي. أول ما اللحمة تستوي احنا طبعا كل شوية بنبص عليها، أول ما نلاقي حس إن اللحمة قربت تستوي بنحط البسلة لوحدها، لأن البسلة ما بتاخدش سوا الجزر والبطاطس، هما بياخدوا سوا أقل منها شوية. فاحنا بنحط البسلة شوية تحاول تستوي، وبعد كده بنحط الجزر والبطاطس كده استووا ما شاء الله وريحتهم جميلة ولا أروع من كده. وبنحط عليهم ملح وفلفل اسود، مفيهمش بهارات تاني خالص، مع رز بشعرية وبالهنا والشفا. ربنا يحسن ما بين ايديكم.